يهدف إلى جعل المواطن الصحراوي فاعلا في تنمية مجاله، ويعني شريكا في تنمية مجاله، وذلك بطبيعة الحال عبر الإنشاء والتشجيع على إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة النموية، إذ نجده يتجلى من خلال التلاحم الوطني في المشاريع ملموسة، وجعل كل من الصحراء المغربية نموذجا للانتماء للمداخلة. الخلاصة الأولى أن الاستثمار في الجهات الجنوبية بالمغرب تحقق وأثاره يعني تظهر من خلال معدلات الدخل الإجمالي الجهوي للفرد في الأقاليم الجهوي وليس الوطني للأقاليم الجنوبية، الذي يبلغ وطنيا حوالي 35,000 درهم للفرد، ليصل بهذه الجهات والتي تترتب يعني الجهه التي تترتب في المرحله الاولى وهي جهات الداخله والذهب بازيد من 84,000 درهم للفرد، ثم 66,000 درهم للفرد في الجهه الثانيه وطنيا بالعين الساقيه الحمراء، والجهه الثالثه وهي الدار البيضاء بحوالي 66 والميمواليه. الخلاصه الثانيه يعد ورش الجهوي المتقدمه من بين احد الركائز الاساسيه لآفاق التنمية في أفق 2030، يعني أن المؤسسات الحكومية اليوم وضعت ما يسمى برؤية 2030 في المناطق الجنوبية، وهذه الرؤية بطبيعة الحال تهدف إلى مجموعة من البرامج التنموية على المستوى الاقتصادي بالأساس، ومنها جهات الصحراء الثلاث التي يعني أعطت صلاحيات موسعة في التخطيط والتمويل والتدبير المحلي لهذه المشاريع التنموية، وهذا من شأنه تعزيز التمكين الترابي والمواطنة كذلك الفاعلة، ويضمن استدامة هذه المشاريع على المدى الطويل. هذه الرؤية الأقاليم الجنوبية يقوم على اقتصاد متنوع ومجتمعي منفتح ومتضامن وإلى قطب إشعاعي إقليمي وقابل. شكرا على حسن الاستماع. شكرا للاستاذ جواد الباز اللي عطى مداخله قيمه. غادي ننتقلوا للمداخله الثالثه والاخيره اللي غادي تقدمها لنا الاستاذه ايت باحو الزهره، اللي هي مختصه اجتماعيه موجزه في شعبه علم النفس ومؤطره تربويه بثانويه بن رشد اولى تلمذ. المداخله الثالثه اللي غادي تكون بعنوان دور المسيره الخضراء في ترسيخ القيم الوطنيه في الفضاء التربوي. شكرا. السلام عليكم، مرحبا بالحضور الكريم. بالنسبه للمداخله ديالي اليوم في عنوان دور المسيره الخضراء في ترسيخ القيم الوطنيه في الفضاء التربوي. بالنسبه للمحاور، المحور الاول يتحدث عن القيم التربويه التي ترسخها المسيره الخضراء، ثم دمج القيم الوطنيه عبر الانشطه الموازيه في الالقاء نموذجا، ثم الولاء والوفاء، والمحور الأخير قيمة الوحدة والتلاحم الوطني الدرع الواقي. شكرا جمعية الحكمة للتنمية البشرية على هذا الجمع. حضرات السيدات والسادة، أيها الشباب الواعي، أيها الأجيال التي تحمل أمانة المستقبل، تعتبر المسيرة الخضراء حدثا تاريخيا خالدا في الذاكرة الجماعية للمغاربة، تتجاوز دلالتها استرجاع القيم الوطنية عميقة، شكلت وما زالت تشكل حجر الزاوية في بناء الهوية المغربية وتعزيز الوحدة الوطنية. إن الفضاء التربوي بكونه الحاضنة الأساسية للأجيال الصاعدة يقع على عاتقه مهمة جوهرية في استثمار هذا الإرث التاريخي لترسيخ هذه القيم وغرس الروح المواطنة الفاعلة. حجة لا تدحض، ومن تضحيتنا أساسا لبناء وطن قوي مزدهر. مسؤوليتنا التربوية اليوم هي تحويل كل فصل دراسي إلى خلية غرس قيم الوحدة والتضامن، وتحويل كل تظاهرة وطنية إلى فرص لتعزيز المواطنة الفعالة. عاش المغرب قويا بوحدة شعبه وبتلاحمه الأبدي خلف القيادة الراشدية جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإلى الأمام يا شعب المعالي، فبأيديكم يبنى مستقبل الأمة، وشكرا لكم. شكرا للاستاذه زهره ايت باحو على هذه المداخله. يطيب لي بصفتي رئيس جمعيه الحكمه للتنميه البشريه ان اتقدم بالشكر للحضور الكريم على هذا اللقاء الثقافي المتميز الذي نخلد فيه ذكرى غاليه على قلب كل مغربي ومغربيه، الا وهي الذكرى ال50 للمسيره الخضراء المضفره.
إننا اليوم في هذه الندوة ليست فقط لاستحضار الماضي، بل لنستلهم من هذه الملحمة الوطنية الخالدة دروسا وعبرا ترسخ قيم الوحدة، التضحية والإيمان بعدالة قضيتنا الوطنية. سيدات الكرام، لقد كانت هذه المسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر كما تعلمون عام 1975 قرارا تاريخيا حكيما بادر إليه المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيبة الله ثراه، وتجسيدا فريدا لروح التلاحم بين العرش والشعب. 50 عاما مرت وما زالت تلك الأيدي التي حملت كتاب الله والعلم الوطني تروي للأجيال المتعاقبة أروع صور التحرير السلمي الذي أذهل العالم. إنها مسيرة لم تكن مجرد حدث لاسترجاع الأرض، بل كانت انطلاقة لعهد جديد من البناء والتنمية في أقاليمنا الجنوبية. استمر فيها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده إلى حدود هذه الأيام. إن جمعيتنا جمعية حكمة للتنمية البشرية تؤمن بأن استكمال السيادة الوطنية يمر حتما عبر تنمية الإنسان وبناء قدراته. وكما كانت المسيرة الخضراء مسيرة الوطن، فإن مسيرتنا اليوم هي مسيرة للتنمية تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والتشبث بمقدسات الأمة. المساهمة الفعالة في تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، نشر الوعي الثقافي والتاريخي حول قضية وحدتنا الترابية. إن ندوتنا اليوم والتي كانت بعنوان قضية الصحراء المغربية من المسيرة الخضراء إلى مسيرة التنمية الشاملة كانت محطة للتأمل في الأبعاد التاريخية السياسية والثقافية للمسيرة، وكيف تحولت الصحراء المغربية إلى قاطرة للتنمية الجهوية والإفريقية. ندعو الإخوان إلى إطراء النقاش وتبادل الأفكار لنجعل من هذا الفضاء منطلقا لتعميق الوعي بمسار وحدتنا الترابية والمستقبل الواعد الذي ينتظره أجيالنا. وفي الختام أجدد شكري الجزيل لحضوركم الكريم والمشاركين الذين سيتفضلون لإغناء هذه النقاش بطرح تساؤلاتهم على الأساتذة الكرام الذين اليوم تفضلوا بإغنائنا بهذه الندوة الثقافية القيمة. عاشت الذكرى ال50 للمسيرة الخضراء، عاش المغرب موحدا من طنجة إلى القويرة، وحفظ الله مولانا الإمام صاحب الجلالة محمد السادس، وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بسنوه الأمير مولاي رشيد وسائر الأفراد الأسرة الملكية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرف لي الحضور في هذا الجمع المبارك اللي كنستحضروا فيه واحد ذكرى اللي هي عزيزة على قلوب المغاربة جميعا، ألا وهي ذكرى المسيرة الخضراء. أنا ما عنديش ما نقولش أكثر، الشيء اللي غنقول برافو لهاد الأساتذة، هاد الجيل الجديد، لأن حنا عشنا في المسيرة الخضراء. باقي كنتذكر أن ملي كان جلالة الملك الحسن الثاني الله يرحمه غادي يقول المسيرة الخضراء، خرجونا من الأقسام وكنتسناو اشنو غادي يتقال، حتى لقينا أنها تكون المسيرة باش تلقى هذا الجيل ديال هاد الأساتذة والسادات الشبان، لأنه داروا بحث. حنا كنا كنديروا البحث ديك الساعة في المدرسة، كنا ما كنرجعوش للمصادر، كنا عشناها هذيك المرحلة. أما دابا هادو راه خصو يرجع للمصادر ويرجع هذا باش يقلب ويلقى اشنو يمكن يدير. الأستاذة اللي في المداخلة ديالها الأولى قالت واحد السياق مهم جدا، وهو السياق التاريخي والسياسي. وغير واحد القضية كان ممكن تطرق لها ولكن ما تطرقاش، ممكن ما داشها، هو ديك الساعة دوك الدول الصديقة والشقيقة اللي كانت معنا. لأن ملي كانت ديك الأعلام كترفرف ديال المغرب، راه كانت معها أعلام ديال دول أخرى، وهذيك الدول هي اللي بقات مساندنا الآن وجابت معها دول أخرى. إذا هذا كان سياق تاريخي مهم. وشكرا للأستاذة، وشكرا حتى للأستاذ لأن جاب داك السياق التنموية، ما هو تنموي وكيفاش تنمات الأقاليم الصحراوية وهذا، لأن هذا اجتهاد كيطلب. الأستاذة جابت أهم شيء هو كيفاش نربيو وليداتنا على هاد المرحلة واللي دوزها. أنا كنحبذ لو كون جمعية الحكمة فكروا حضروا معنا شي واحد الشخص، دوك الناس اللي عاشوا ديك المرحلة والناس اللي باش كنقول
تحيه للجنود ديالنا اللي كاينين تما، لانهم كانوا ناس اللي عندهم باش كنقولوا تكرفسوا وتعذبوا مشاو هذا باش وصلنا لهذه المرحله. اذا شكرا لجمعيه الحكمه على هذا اللقاء هذا، وشرف لي نحضر معكم، وشكرا للاساتذه والله يعاونكم. هادشي يمكن. تفضل سي بوجمعه، يمكن عنده شي مداخله. الاخوان شكون اللي عنده شي مداخلات؟ تفضل سي مؤمن. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صافي مزيان. لينا الشرف الصراحة بالحضور مع جمعية الحكمة في هذه الندوة اللي فعلا كتذكرنا بواحد الماضي وواحد الوقت اللي دوزوها يعني الوالدين ديالنا، وقت اللي كان زوين يعني. راه ملي تيعاودوا لك ملي تيحكيو لك على ديك الفتره وداك السفر، ويعني انه رغم ان المسافه طويله بزاف ولكن ما كانوش كيحسوا بداك التعب ولا بالعكس، كان عندهم انهم واحد الفرح كبير انني غادي ونمشي للصحراء ونمشي نحرر. هما كيقولوا راه صافي غادي نمشيو نحرروا الصحراء، مي الحمد لله كنشوفوا انهم تحقق المراد. والان يعني انه راه بالفضل ديال جلاله الملك نصره الله محمد السادس انه كمل المسيره اللي كان بداها جلاله الملك. كما تشوفوا اليوم انه راه الاعتراف بالسياده المغربيه على الصحراء المغربيه هذا راه ماشي يعني بمجهود اللي هو يعني بسيط، يعني راه فيه بزاف الخدمه وفيه بزاف باش ان الناس ان شاء الله ماشي من سهل انك تدخل دول عظمى انها تعاونك وتدخل معك في هذه القضيه اللي كنعتزوا بها. وتنبغي نشكر سي بوهو على هذه الندوه فعلا انه اللي تذكرنا بهذا الحدث العظيم. شكرا للاساتذه الكرام ديالكم، رغم اننا جينا معطلين ولكن تبارك الله عليكم. يعني هذه الندوه انها كانت في المستوى وكنا في حاجه اليها. كما قال الاستاذ مستعين كنا نتمناو الحضور ديال الشخصيات اللي كانوا ساهموا يعني في نجاح هذا الحدث، وكنا نتمناو صراحه حتى اطفال انهم يكونوا حاضرين معنا هنايا باش انهم يسمعوا ويشوفوا كيفاش يعني انه هذه المسيره كيفاش تنظمات وكيفاش كانت وكيفاش الحمد لله اليوم راه وصلوا ليها. شكرا لكم وتبارك الله عليكم. شكرا سي مؤمن اللي استضافنا اليوم في المركز ديالو في تحليل النبوي ديالو. مداخله ديال الاستاذ عبد الرفيع. الاستاذ عبد الرفيع اللي غني عن التعريف من الاساتذه ديال المنطقه ديالنا واللي كنفتخروا بهم في المنطقه ديال ولاد احمد. هو استاذ بمؤسسه الابتدائيه رحال مسكين. لجمعيه الحكمه للتنميه البشريه على هذه الدعوه. مشكور الزميلات والزملاء. قبل البدايه، هذه الذكرى الخمسين في المسيرة الخضراء هي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا. كما قالت الزميلة، بالنسبة أن مثل هذه الذكرى أو بالنسبة هذه المناسبات هي فعلا ترسخ مجهودات كبيرة للأساتذة، بالإضافة إلى ترسيخ المواطنة لدى التلاميذ. فمن الآن أدعو جميع الجمعيات دعوة كريمة أن الأبواب ديال المؤسسة ديالنا مفتوحة من أجل مساهمة أكثر. وشكرا جزيلا لكم جميعا. شكرا الاستاذ عبد الرفيع. السي حسن ابو علي قيدوم الجمعوي اللي عاد يعطينا واحد التدخل بالمناسبه. تفضل السي حسن. السلام عليكم. شكرا للسي بو. صراحه ما عنديش مداخله ولكن عندي كلمه شكر لجمعيه الحكمه اللي بادرت انها دارت هذه الندوه القيمه اللي صراحه كنفتقدوها في المنطقه ديالنا. والشكر الجزيل للاساتذه اللي غناو النقاش، وشكرا للحضور والتحيه قيمه. غادي يتقدم معنا الاستاذ محمد ابوري اللي هو ضيف من مدينه ديال اكادير. صادفته الظروف اليوم انه كان مدينه الدار البيضاء وحضر معنا الندوه. شكرا لك.
السلام عليكم. تحيه للحضور، تحيه للاساتذه ديالنا، تحيه لجمعيه الحكمه اللي حصل لي الشرف باش نحضر معكم اليوم في هذا اللقاء. ومن اكادير جيت ونفضل كنرجع للاستاذه محجوبه اللي انا كتعلمنا واحد اللقاء اليوم واحد الندوه، وقلت لها حصل لي الشرف نحضر معكم هنا. غير ملي كنهضروا على المسيره هي كتهضر على نفسها، ملي كنهضروا على 50 سنه ديال النضال و50 سنه ديال الكفاح و50 سنه ديال الاسترجاع ديال هاد الاراضي، حيت انا كنمشي ليها بزاف. نقدم لكم نفسي السي محمد ابوري، صحفي مدير جريده والنائب الاول للمنظمه المغربيه راسل حقوق الانسان المكتب المركزي. انا كنجي تقريبا واحد الشهر هادي كنت في الصحراء. ملي كنهضروا على التنميه في الصحراء كنهضروا على واحد سرعه صاروخ بالنسبه للبنيه التحتيه، بالنسبه للمشاريع، واللي جاي هو اكثر واجمل. وكنحيي الاساتذه البلاد في الايادي امينه. ملي كتشوف هذا الجيل ديالنا، حنا عشنا تقريبا عندنا 5 سنين ملي مشينا ملي انطلقت المسيره، ولكن ملي كنهضروا على الاساتذه كيهضروا بهذا الطلاقه وبهذا الحكمه على المسيره، بلي ان الجيل الجديد والاجيال القادمه ان شاء الله بلي ان راه ديك الذكرى ما غاديش تنسى. الحمد لله وشرف لينا باش نهضروا اليوم وكنهضروا من بعد 50 سنه ديال النضال. هذا تحيه لسيدنا، تحيه لجميع المكونات بدون استثناء اللي ناضلوا وكافحوا من اجل هذه المسيره من الصحراء المغربيه. ودابا كنهضروا على الصحراء المغربيه ورفع الريوسنا والخريطه ديالها كامله ومكمله، ودابا ولات حتى في جوجل حتى هي دابا راه كملت حتى هي، والحمد لله هذا شرف لنا. تحيه من شكرا للاستاذ محمد. غادي يتفضل معنا الاخ حمزه اللي غادي يعطينا كلمه مناسبه في زورنا. تفضل السي حمزه. انت. اول حاجه كنبغي نشكر جمعيه الحكمه لانه بالنسبه لي حاولت تقارب الفعاليات الوطنيه اللي كتكون دائما واحد المقاربه اللي مختلفه. علاش؟ لانه المجتمع المدني بالرحمه كنشوفوا بعض المرات كيمشي في واحد الاتجاه واحد. كنشوف ان جمعيه الحكمه مشات بواحد السياق نقدر نقولوا متعدد التخصصات، اهتمت بمجموعه ديال كما نشوفوا المقاربات في الموضوع. شكرا لها، شكرا للاساتذه الكرام. ملي كنهضروا على المسيره الخضراء كنهضروا على واحد المسيره اللي عندها عده ابعاد. الى شفناها يعني من الجانب النفسي ديالي كمتخصص في علم النفس كنلقاوها عندها عده ابعاد سواء نفسيه ولا اجتماعيه. شفنا الاساتذه الكرام كنشكركم انه شفنا بعض المقاربات سواء يعني نقدروا نلقاو عندها بعد جغرافي، بعد تاريخي، بعد نفسي، بعد تربوي ثقافي، ولا بغينا نهضروا عليها نقدروا ما نساليوش. في الاخير كنبغي نشكر جمعيه الحكمه على الدعوه وشكرا.